بأكد عليكم إن إحنا لسه في المقدمة أو التمهيد اللي قبل ما ندخل في أبواب التداول الأربعة: التحليل الأساسي والفني وإدارة رأس المال والمخاطر والتهيئة العقلية والنفسية ليك كمتداول. إحنا كل ده لسه في المقدمة أو التمهيد. السوق ده عموما شغال إزاي قبل ما ندخل بالتفاصيل الدقيقة في الأربع أبواب الرئيسية. طيب، قلت عندي 8 عملات رئيسية، والثمان عملات رئيسية 4 دولار أمريكي وكندي وأسترالي ونيوزيلندي، وعندي 3 في اوروبا: الجنيه الاسترليني واليورو والفرنك السويسري، وعندي الين الياباني. وقلت ان الثمانيه دول قدام بعضهم كده بيدوني 28 زوج. تعال نشوف كده تقسيمه ال 28 زوج عاملين ازاي. اول حاجه في 7 ازواج رئيسيه، عندي 7 رئيسيين، وعندي 21 مش رئيسي، 21 زوج اسمهم ازواج تقاطعيه. امسك الاول السبعه الرئيسيين، في 4 منهم مشهورين قوي اللي هو اليورو دولار، والجنيه الاسترليني دولار، والدولار قدام الين الياباني، والدولار قدام الفرنك السويسري. والازواج الرئيسيه الاقل شهره: الدولار الامريكي امام الدولار الكندي، الدولار الاسترالي امام الدولار الامريكي، الدولار النيوزيلندي امام الدولار الامريكي. يبقى دول الازواج الرئيسيه. طبعا الازواج الرئيسيه 7 اللي هم عباره عن الدولار الامريكي قدام السبع عملات الرئيسيه التانيه. الازواج التقاطعيه بقى هم بقيه العملات التانيه قدام بعض ومفهومش دولار امريكي.